تضرع إليك أيها السيد الله الآب ضابط الكل والابن الوحيد القدوس خالق الكل ومدبرهم والروح القدس المحيي الثالوث المقدس الذي تكسو له كل ركبة ما في السماوات وما على الأرض. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. والسكان فيها والقيام بأحوالها. يا الله تحنن على خليقتك ونجيها من كل سوء. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من بقدرته دبر حياة الإنسان قبل خلقته وصنع له الموجودات بحكمته وزين السماء بالنجوم والأرض بالنباتات والأشجار والكروم والأودية. أنت الآن يا ملكنا أدخلت الوضع عبيدك الواقفين بين يديك القائلين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. وجعل في نفسا حية عاقلا ناطقا. ارحم يا رب جبلتك التي خلقتها وتحنن عليها وارسل علينا رحمتك من علو قدسك ومسكنك المستعد. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. تجديد الأرض مرة أخرى. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الباري الرازق الكل ونجي شعبك من طوفان بحر العالم الزائل وارفع عنهم كل مكروه وكل الحيوانات أيضا وسائر الطيور أعطيها قوتها. لأنك تعطي للبائع رزقا وللفراخ الغربان قوتا. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من ضيف عند عبد إبراهيم رئيس الآباء واتكى على مائدته وبارك في زرعه. أنت الآن يا ملكنا اقبلت البط عبيدك وكهنتك الواقفين بين يديك وترأف على العالم وخلص شعبك من كل شدة وحل فيهم وسر بينهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. نطلب إليك يا رب لكي تحرسنا من جميع الشرور وترأف على خليقتك وجميع شعبك. لأن أعين الكل تترجاك واعطهم طعامهم في حينك. المغذي كل ذي جسد يعون من لا عون له يا رجاء من لا رجاء له. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الناظر إلى المتواضعين فإن عنايتك التي لا تغفل وخلصت يوسف من امرأة سيده وجعلته ملكا على مصر وأحوالها وجزت عليه أيام الشدة. فأتى إليه إخوته وأبو يعقوب وسجدوا بين يديه وأخذوا من حنطة لقوت بنيهم ومواشيهم. نحن الجميع أيضا نخضع لك برؤوسنا ونسجد ما بين يديك ونشكرك يا خالقنا ورازقنا على هذا الحال وفي كل حال ومن أجل سائر الأحوال. ونجنا يا الله من كل شدة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الإله كلمة
خلص شعبك من كل ضيق ودبر حياتهم كحسب إرادتك الصالحة، وارفع عنا كل القحط والبلية. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من عال الشعب الإسرائيلي 40 سنة في طور سيناء ولم يكن لهم بيوت ولا مخازن، أنت الآن يا سيدي احفظ شعبك وعلهم وبارك في منازلهم ومخازنهم بالبركات السمائية. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من قبلت طلبتي لي عندما امطرت السماوات وأنبتت الأرض، وباركت في كيلة الدقيق وقس الزيت في بيت الأرملة، اقبل طلبة شعبك بصلوات قديسيك وأنبيائك الأطهار. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا الله ترأف على العالم بعين الرحمة والرأفة، وبارك في كيد غلاتهم ومخازنهم وبالقليل الذي عندهم. اسعد مياه الأنهار كمقدارها وباعتدالا للأهوية ونيل مصر باركوا في هذا العام وكل عام. فرح وجه الأرض وعلنا نحن البشر. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من قبلت توبة أهلنا وعندما صام الجميع، وقبلت إليك اعتراف اللص اليمين على الصليب، هكذا نحن وجعلنا مستعطين لرضاك وتحننك ولندعوك قائلين اذكرنا رب إذا جئت في ملكوتك، واقبل توبة عبيدك وصومهم وصلواتهم وقرابينهم المرفوع على مذابحك المقدسة بخورا طيبا وارحمهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المدبر القوي المؤدب الشافي طبيب الأرواح والأجساد، الذي امتحن عبد أيوب وشفى من بلاياه ورد عليه ما فقد منه أزيد مما كان، ارحم شعبك وخلصه من جميع البلايا والمحن والتجارب والشدائد. يا ناصر جميع المتوكلين عليك، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح إلهنا كلمة الآب الذي عاد تلاميذه الأطهار وأصل أقدامهم وجعلهم أئمة للمؤمنين ومنارا للدين، وأشبع بهم النفوس الجائعة وعلمهم الصلاة قائلا أبانا الذي في السماوات لا تدخلنا التجارب لكن نجنا من الشرير. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا صانع العجائب والمعجزات ونشبع الألوف من الخمس خبزات وأقام الأموات وبارك بالعفس بقران الجليل، الآن أيها السيد بارك لعبيدك في خبزهم وزيتهم وزرعهم ونحلهم وفي متاجرهم وصنائعهم ومباشراتهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا رب خلص شعبك وحوط بهم من كل ناحية بإشارة صليبك المحيي. ارفع شأن المسيحيين في المسكونة كلها وحنن عليهم قلوب المتولين عليهم، وعطف قلوبهم على اخوتنا المساكين والمعوزين بالإحسان، وابعد عنهم كل مكروه. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا رب يا من ترك لنا عهده القدوس جسد ودم حاضرا عندنا كل يوم على المذبح، خبزا وخمرا بحلول
والروح قدسه، وأوصانا قائلا اصنعوه لذكري. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح إلهنا ارحم شعبك وخليفة رسلك واعط بركة لثمرات الأرض. ابهب قلب الإنسان بكثرة ثمرات القمح والخمر والزيت. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المولود من الآب الذي تجسد من البكر البتول العذراء مريم في آخر الأيام، الذي قال لتلاميذه القديسين امضوا وتلمذوا كل الأمم وعمدوهم وعلموا جميع ما وصيتكم به، هوذا أنا معكم كل الأيام ولا انقضاء العالم. كن أيضا مع شعبك الصارخين إليك قائلين نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا غافر الخطايا ومانح العطايا اغفر خطايا شعبك، طهرهم من كل دنس واغسلهم من كل غش، ابعد عنهم اليمين الحانسة وكل حسد وكل نميمة، وانزع من قلوبهم الفكر الرديء والوسواس وكل الشكوك والكبرياء وكل قساوة وتجبر. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أنت يا سور خلاصنا يا والدة الإله الحسن المنيع غير الواقع، إليك نسأل مشورة المعاندين لنا أبطلي، وحزن عبيدك إلى فرح ردي ولمدينتنا صوني، وعن الملوك الأرثوذكسيين حاربي، وعن سلامة العالم والبيع اشفعي. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا إله الرحمة رب كل عزاء، لا تسخط علينا ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا بكثرة خطايانا، ولا تغضب علينا ولا يدوم غضبك إلى الأبد. انصت يا إله يعقوب، وانظر يا إله عوننا، وارفع عن العالم الموت والغلاء والوباء والجلاء وسيف الأعداء والزلازل والأهوال وكل أمر مخيف. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. من أجل حفظنا تحت اليد العالية المقدسة التي لك يا الله، نطلب إليك أن تبقي لنا علينا حياة أبينا المكرم البطريرك البابا الأنبا شنودة الثالث، وأن تحفظ لنا حياته وتثبته على كرسيه سنين عديدة وأزمنة سالمة هادية مديدة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح إلهنا نطلب من جودك ومراحمك العالية أن تبقي لنا علينا حياة أبينا المطران الأنباد مديس، وحياة أبينا المطارنة والأساقفة وكل الرؤساء والرعاة. احفظهم وغنم رعيتهم ثبتهم. أعطي حفظا للكهنة، طهارة للشمامسة، قوة للمشايخ، فهما للأطفال، عفة للأبكار، نسكا للرهبان والراهبات، نقاوة للمتزوجين، صونا للحريم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيضا الضالين والمسافرين ردهم، والأرامل والأيتام علهم، والجياع والعطاش اشبعهم، والذين عليهم دين اعف عنهم وسامحهم، المحبوسين والذين في الشدائد افرج عنهم، والمرضى والراقدين اشفهم، والأموات نيحهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا.
القديسين لا تتخلى عنا ولا تخيب الذين خلقتهم بيدك الطاهرة وأظهرت حبك للبشرية أيها الرحم اقبل من والدك شفاعة من أجلنا وخلصنا يا مخلص شعبا متواضعا لا تبخل عنا إلى الغاية ولا تسلمنا للانقضاء من أجل اسمك القدوس لا تنقض عهدك ولا تبعد عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل يعقوب قديسك نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا